المؤسسات الدولة هتستمر بل وتنجح. لازم يفضل مسرح، لازم تفضل فنون، لازم يفضل سينما وتلفزيون، لازم يفضل رياضة، كورة وتنس وسلة، بل يجب أن هذه المؤسسات تصبح من النوع الذي ينافس الوضع العالمي، مؤسسات فعلا على درجة من النجاح والمقاييس السليمة والمؤسسية بحيث أنها تنافس الشرق والغرب. كل ما يقوله الإسلام ألا يوجد فيها ما يغضب الله، فإذا وجدنا شيئا سيئا فإن السياسة تستبدل. هذه كل ما. إنما أنا أتكلم الآن عن بلد عاشت عشرات السنين مبعدة عن دينها، فعندما تريد أن تردها لابد أن تكون هذا الحنون الرفيق الهادئ المتزن الذي يعرف طاقات الناس. وبالتالي شوف يا أستاذ والدي، الفتنة الطائفية في مصر تحل بكلمة واحدة فقط: العدالة. أنا لو الإسلاميين حكموا هاخد طيارة واسيب البلد وامشي. فأنا قلت وأنا بقول سنرسل نحن وراءه يومئذ من يقول له يا أخي بل هذه بلدك، تعال وتفاعل فيها ولن يدوس لك أحد على طرف، وكل حقوقك موفورة ومصونة، وإحنا نحفظ لك كرامتك. إننا لابد أن أنشئ هيئة تكون هيئة تصل ما بين جهات البحث العلمي مثلا وجهات التطبيق، لأنه احنا عندنا في مصر أبحاث الجامعات بتعمل أبحاث هايلة، لكن علشان تترجم أنت الأبحاث دي إلى أنها تنزل في مجالات التطبيق تلاقي لا يوجد هيئة تكفل هذا. البرنامج الاقتصادي ده أنا يعني عايز أقول لحضرتك مفاجأة، ده مش أنا حطيته دلوقتي، لا ده البرنامج الاقتصادي ده أنا بكتبه فعلا وحقيقة بقالي أكتر من 25 سنة. القوم المصري بيجي مثلا من السياحة ومن قناة السويس وكل هذه الموارد التي تشكل القسم الأعظم من الدخل القومي، كلها من نوع واحد فقط، هي النوع الذي لا تدخل لي منه ولا مليم إلا عبر العالم الغربي. تيجي بلد زي ألمانيا ولا فرنسا تقول مصر غير آمنة دلوقتي فيا ألمان ما تروحوش، تتقفل حنفية السياحة. هل يمكن أن تظل اقتصاديات البلد بكاملها موجودة تحت وزارة خارجية في دولة أجنبية تقول للسياح ما تروحوش؟ قناة السويس قدروا ينزلوا دخلها في 10 أيام بس من القمة لصفر، ما بتدخلش 50 قرش في 10 أيام بتفجيرين مش عندنا خالص، لحد ما انت تروح تقول لهم انا غلطت في ايه. بس البلد الى اي شيء، بالعكس احنا سنقضي عصرا بالعكس احنا هم عايزين مننا بقول لك صراحة هنلبي احتياجاتهم. شوف بقى ازاي، بس بهذا الذي لا يضر منا عقيدة ولا مصلحة. هنتماشى هنتفهم، مش هم قوة عظمى ومهيمنين على العالم ولهم، احنا فاهمين ده. وانا مش هكون الرجل الساذج الابله، ولا الانسان اللي يشتغل وظهره مكشوف، ولا الانسان اللي يحط ثروه ضخمه في بيت ابوابه وشبابيكه مكسره. لازم امكن الابواب والشبابيك، ولازم استر ظهري، ولازم اطلق افك. انا مش هدخل المعركه والناس اللي حواليا كل واحد منهم مقيد في سلسله، لازم افك الاول الاغلال، لازم يبقى. ولذلك بالعكس التعامل مع القوى العظمى دي سيكون بهذه الصورة: الذي يراعي أبعادها ومتطلباتها ويراعي رغباتها ويراعي اعتباراتها، ولكنه في نفس الوقت يعرف ما عنده من الاعتبارات. هذا الكلام أقوله لست متأثرا بالسياسة الحديثة، وإنما متأثر بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد بانك تضع اسس اصيله، ان يبقى في عندك هنا دخل داخلي في مصر داخلي. وانت عندك وزير الزراعه الحالي كان قبل ان يعين وزير للزراعه كان رئيس مركز البحوث الزراعيه، والمركز عمل ابحاث ادت الى انه محصول القمح الفدان يطلع 4 أضعافه، فدخلت مباحث امن الدوله ومنعت البحث في هذا المجال.
في إجماع بين أساتذة الأراضي والمياه في كليات الزراعة كلها إن خزان المياه الجوفية الموجود في الصحراء الغربية يكفي أن يزرع مصر لمدة قرن من الزمان. قالوا كده فعلا وزيادة، بعضهم قال قرن ونصف، بعضهم قال قرن، ويورد 4 أصناف خضار وفاكهة ورز وقمح حسب الزيادة السكانية. وهذه الشركات تربح، شركات استصلاح الأراضي القطاع الخاص تربح أرباحا هائلة. وشوفوا الأراضي بتاعت المغربي وجمال مبارك وعلاء مبارك في بحيرة وغيره، شوفوا المسألة معروفة. لو احنا بس لو مصريين بيمشوا في الشوارع ويقابلوا الفلاحين والمحافظات كانوا يشوفوا هذا الكلام. مش هذا الكلام ايه اللي بيخلي برغم ان الشركات دي بتكسب ما بيزرعوش الصحراء الغربية تطوعا من غير اي حاجة غير ان هم يتقدموا. فوجئت وعبر الميزانيات اللي بتعرض على مجلس الشعب طول السنوات ان كل ما يتجه رأس مال اكتر لاستصلاح الاراضي يروحوا عاملين اعفاءات اكثر في المجالات زي مجال السياحة اللي هو تحت اللي من عند الأجانب علشان تنصرف رأس المال عن الزراعة، عن الحاجة اللي تطلع من بلدي للحاجة اللي بتجيلي من بره. أنا دلوقتي بعاير الشعب المصري، بيعايرونا يقولوا أنتوا إنتاجكم قليل واستهلاككم كثير، وإنه الاستهلاك ده وكثرة الإنجاب هو اللي مضيع البلد. يا سيدي، من أبجديات التفكير الاقتصادي أن الاستهلاك المرتفع أستطيع أن أحوله إلى قوة اقتصادية غير عادية. أمريكا وإنجلترا بيتقاس مؤشر استهلاك الناس، هو ده اللي بيرفع الدولار وبينزله. غير عادية. أنا النهاردة هضرب لك مثل بسيط جدا برغم أن الفكرة دي يندرج تحتها حوالي 20 نموذج. النهاردة لما أنا أبقى مصر بستورد 20 مليون سيارة مثلا، إيه ده؟ أنا بشتري 20 مليون سيارة؟ ده لو طلعت قرار من سطر واحد بس ولا يتعارض مع اتفاقيات الجاد بالمناسبة، وقلت أنا بدءا من السنة اللي بعد الجاية مش هستهلك سيارات في مصر إلا السيارات التي تنتج من مصانع على أرض مصر. هتجيلي مرسيدس وتويوتا وهونداي وبيجو ورينو، كله هيأتي إلى هنا يعمل مصانع هنا. النهاردة أنا لما أجي أستطيع أن أنا أعمل هذا الكلام، أن أنا أقول أنا بشتري 20 مليون عربية، تعالي يا مصانع اعملي بدل ما انت بتعملي في كوريا وبتعملي في الصين وفي الهند وفي غيره، تعالي اعملي عندي انا مصانع. هتأتي كل هذه الشركات زي ما بنقول بالمصري على ملو الشه، لان انا بشتري منهم كتير، هيقف اللي بشتري منهم. هتيجي الماركات العالمية عندي، وده معناه ان البطالة هتنتهي وهعرف اشغل ناس وهرفع الكفاءة الصناعية للمهندس هيشتغلوا مع الخواجات الحريفة، وهرفع الكفاءة الصناعية، وأنا لمركزي في وسط العالم أقرب لسوق شرق أوروبا وأقرب للسوق العربي وأقرب للسوق الأفريقي وأقرب ل20 مليون مصري هنا. المسألة عبارة عن فكرة تعرض على مؤسسات الدولة. أنا لازم أعمل، هو أنا لما أجي أعمل فكرة زي دي مش يطلع من لها مليون أثر جانبي؟ كفاية بقى شغل إن وزير ورئيس يطلع قرار فكرة وينفذ.